النهارده بالفيديو ده هنتعلم طريقة عمل بصوا الشنطة الحلوة دي او الجراب الموبايل. تقدري بقى توظفيه زي ما انت عايزة. ممكن شنطة، ممكن جراب، ممكن كمان مقلمة لو حابة تعمليها لبنتك او ابنك. بصوا سهلة جدا وبسيطة. تعالوا اقول لكم الخامات اللي احنا هنستخدمها. اول حاجة انا هستخدم في الشنطة دي خيط المكرمية البيور حلو جدا. ممكن تقدري بقى تستخدمي اي خيط انت حباه. وهستخدم كمان خيوط اليزا ديفا، وده للبشرة وده للعين للدبدوبة الصغيرة. احنا اول حاجة هنعملها هعمل بس الشنطة او الجراب بتاع الموبايل. انا حباه ان هو يبقى جراب بصراحة. عاملاه الجراب الموبايل شكله حلو جدا وبسيط. هقول لكم بقى فكرة الجراب نفسه اللي هي، وبعد كده بقى هندخل في الدبدوبة، المكونات بقى بتاعت الدبدوبة بتاعتها. هنا بقول لكم هنستخدم ايه علشان تطريز العين. خيط اليزا ديفا بالابره بتاعته. تعالوا بقى نبدا ونشوف هنعمل ايه، وبسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هعمل بقى بالمقاس. حابه بقى تعمليها زي ما قلت لك مقلمه، فده يرجع ليكي انت. هبدا اعمل عقده البدايه في الاول. تمام. وبعد كده هرتفع سلسله، هرتفع 20 سلسله. هنا ارتفعت خلاص 20 سلسلة زي ما انتم شايفين كده. هبدأ ارتفع بس سلسلة كده، وبعد كده هبدأ اشتغل في كل سلسلة هتقابلني غرزة حشو. دي اول غرزة حشو، وبعد كده تاني غرزة حشو. هبدأ بقى اكمل لحد اخر السطر غرز حشو، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. هنا وصلت خلاص لاخر سطر زي ما انتم شايفين كده. هبدأ في اخر سلسلة دي هشتغل فيها 3 غرزة حشو في نفس السلسلة. يعني هعمل عملية تزايد، وهو ده بس التزايد في السطر ده، مش هعمل تزايد تاني في اي سطر تاني. يعني ده اخر اول واخر تزايد، انا هعمل تزايد مرة واحدة بس. وبعد كده بقى هشتغل كل غرزة عادي جدا، غرزة حشو اللي قصادها غرزة حشو عادية جدا لحد ما اوصل برضو لاخر السطر بالشكل ده كده. هكمل بقى انا لاخر السطر لحد ما اوصل، تمام، لحد ما اوصل هنا. ووصلت خلاص للمكان اللي انا عايزاه. هبدأ اشتغل في اخر سلسلة دي 3 غرزة حشو زي ما اشتغلنا الجنب التاني. وكده زي ما قلت لكم التزايد كده خلاص خلص. وانا هشتغل حلزوني، مش هشتغل بداية ونهاية السطر. هشتغل الجراب حلزوني، يعني بشكل حلزوني. فهبدأ طبعا اعلم مكان بداية السطر، وده ضروري جدا علشان اعرف بداية السطر فين. فهبدأ بقى اخد ماركر كده، تبدأي تاخدي ماركر وتعلمي بداية السطر، وده مهم جدا. هعمل السلسلة ودي اول السطر واحط فيها الماركر، وبس كده بقى هبدأ اشتغل حلزوني غرز حشو فوق كل غرزة غرزة حشو. مش هعمل تزايد تاني ولا اي حاجة. تمام. هكمل بقى انا لحد ما اوصل لبداية السطر واوريكم شكلها ايه. شايفين هنا اهو وصلت لاخر السطر واشتغلت في كل غرزة غرزة حشو. ببدأ اشيل كده الماركر واشتغل بداية السطر، وارجع احط الماركر تاني علشان دي بداية السطر. وابدأ بقى اشتغل الجراب كله بالشكل ده. يعني انا مش هعمل اي حاجة، هشتغل بقى كل ده ورا الكاميرا علشان بصوا هتبدأ تقوس كده معاكي، وهتبدأ تاخد شكل الجراب نفسه. تمام. فانا هكمل بقى سطور من غرز الحشو لحد ما اوصل للطول اللي انا عايزاه. فانا هنا كان عندي اهو كنت عامله كده جريب باللون اللبني. اشتغلت سطور، شايفين اشتغلت سطور كده بالشكل ده. بقى هو ده بقى الجريب. تعالوا نشوف طوله قد ايه. طوله حوالي 18 سنتي، وعرضه حوالي 14 او 13 سنتي. تمام. وطبعا الطول والعرض ده على حسب ما انت هتحطي فيه ايه، على حسب حجم الموبايل، او على حسب لو هتعمليها شنطة لبنوتك هي تحط فيها ايه.
تمام. هشيل بقى الماركر من هنا اللي هو كان بداية السطر، وابدأ اقفل السطر. انا شغالة حلزوني فهبدأ اقفل السطر ازاي. هنبدأ نقفل السطر بطريقة احترافية علشان ما يبانش ان في يعني بداية ونهاية السطر. تمام. قصيت الخيط بالشكل ده، شايفين كده بالشكل ده كده اهو. وهبدأ بقى وهعمل كده، هاجي من السلسلة اللي تحت دي من تحتيها من الضلعين من كده، وهبدأ اسحب الخيط بالطريقة دي. تمام. وهاجي في السلسلة دي في نصها كده في الضلع ده، اطلع من النص كده واسحب الخيط وادخله لجوه بالشكل ده. تمام. بصوا بقى دي يعني تقفيله كده احترافيه. لما بتشتغلي حلزوني اي شنطه هتشتغليها حلزوني تقفلي القفله دي، بتبقى انا بقى هنضف الخيط بقى مش هتبان خالص. شايفين بقى ده كده جراب الموبايل بتاعي. هبدأ بقى اشتغل عليه الدبدوبة او الارنوبة بتاعي. تمام. هنا بقول لكم ان انا هبدأ بعد كده بعد ما اشتغل الارنوبة هنبدأ بقى نقفله لما نيجي نقفل مع بعض. تعالوا بقى نشوف الارنوبة بتتعمل ازاي. اول حاجة انا هعملها هي الرجلين، الارجل يعني. تمام. طبعا هغير الخيط. فالخيط عندي ده انا هنا استخدمت خيط كده لون البشرة. تقدري تستخدمي الخيط الايطالي برضو حلو، اليزا ديفا حلو. يعني يبقى خيط رفيع. طبعا الابرة بتبقى مناسبة مع الخيط اللي انت هتشتغليه. شايفين الابرة هنا عندي صغيرة ازاي. هبدأ عملت بقى دايرة سحرية بالشكل ده. واحنا اتعلمنا الدايرة السحرية نعملها ازاي بطريقة سهلة جدا وبسيطة. وهبدأ داخل الدايرة السحرية دي اشتغل 6 غرز حشو. تمام بالشكل ده. هنا اشتغلت 6 غرز حشو. وهبدأ بقى كده اسحب الخيط علشان اقفل الدايرة السحرية. تمام. قفلت الدايرة السحرية بالشكل ده، شديت الخيط واتقفلت معايا. بعد كده بقى هقفل السطر بتاعي في اول سلسلة دي. شايفين السلسلة دي اهي. هبدأ ادخل فيها واقفل بمنزلقة. تمام بالشكل ده. وكده اول سطر اتعمل معايا 6 غرز حشو في الدايرة السحرية وقفلت السطر بمنزلقة. هبدأ بقى احط ماركر خيط مخالف كده بالشكل ده علشان اعرف بداية السطر، لان طبعا احنا في شغل الاميجرومي بنشتغل داير ما يدور. فاول بقى غرزة دي هشتغل فيها غرزتين حشو. هبدأ بقى في السطر ده هعمل عملية تزايد، يعني هشتغل في كل غرزة غرزتين حشو. فهيبقى في السطر ده عندي 12 غرزة حشو لحد ما اوصل لنهاية السطر. تمام. هنا اهو خلصت السطر 12 غرزة حشو زي ما انتم شايفين كده. هبدأ اعلم بداية السطر وابدأ بقى اشتغل سطور ثبات. انا عندي 12 غرزة حشو هشتغل سطور ثبات. هشتغل قد ايه سطور ثبات؟ 5 سطور ثبات. يبقى هنشتغل 5 سطور ثبات ويبقى كده عندي خلاص كده الرجلين كده خلصت معايا. هنا خلصت ال5 سطور ثبات شايفين بالشكل ده. هبدأ اعمل منزلقة وانا بشيل هنا بس الماركر بتاعي. هبدأ بقى اعمل منزلقة بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. ومش هطلع سلسلة ثبات ولا اي حاجة، لا هقص الشغل واسيب. بصوا بقى اهم حاجة ان انت تسيبي شوية كده من الخيط حلوين علشان بعد كده احنا هنخيط بالخيط ده. فاهم حاجة ان انت تسيبي شوية حلوين كده من الخيط. تمام. دي بقى بصوا دي الرجلين اهي خلاص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين اهي خلاص. بقى هعمل واحدة كمان زيها وهحط بقى فيها الفايبر. تمام. هنا بصوا انا عملت 2 اهم. هبدأ بقى ادخل فيهم الفايبر واقول لكم هنخيطها ازاي. اهو بصوا بقى بعد ما دخلت الفايبر تعالوا بقى نشوف هنخيطها ازاي.
بالخيط اللي انا سبته. بصوا بخيط عادي جدا، شايفين كل سلسلة بما يقابلها في السلسلة اللي بعديها على طول اهو بالشكل ده كده. تمام، هنخيطها عادي جدا بحيث ان هي تبقى بشكل مستقيم. شايفين اهو بطلع كده وبخش سلسلة كده، السلسلة اللي ما يقابلها على طول. تمام بالشكل ده. تمام، هنخيط برضو الرجلين التانية بنفس الطريقة، نخيط الاتنين كده، ويبقى كده انا خلصت الرجلين بتاعت الدبدوب. عايزة بقى كمان احط لكم كده، اكتب لكم كده يعني الغرز او الباترون بتاع الرجلين برضو، علشان لو انتوا حابين او ما تضيعش عليكم مثلا اي حاجة، هحط لكم برضو كده الباترون بتاعها. خلاص كده ده شكلهم اهو. تعالوا بقى نركنهم على جنب ونشوف هنعمل ايه تاني. هنعمل بقى الايد. الايد سهله جدا برضو، بسيطه جدا. هنعمل دايره سحريه. بصوا بنربط بقى الدايره السحريه ازاي، بربط كاني بربط خيط عادي، شايفين؟ وبعد كده بقلب بقى الربطه بالشكل ده كده، وبكده الدايره السحريه اتعملت معايا. هبدا بقى اشتغل، اثبت الاول الخيط بالشكل ده وسلسله كده بتثبيت الخيط، وابدا اشتغل داخل الغرزه داخل الدايره، بعتذر 6 غرز حشو. تمام، اشتغلت 6 غرز حشو. هقفل في اول سلسله هتقابلني وهي السلسله دي، هقفل فيها بمنزلقه، ويبقى كده انا عملت اول سطر معايا 6 غرز حشو داخل الدايره السحريه. تمام، هبدأ بقى احط الماركر بتاعي، بشد كده الخيط وابدأ احط الماركر بتاعي اللي هو الخيط مخالف، علشان اعرف بداية ونهاية السطر بتاعي وانا شغالة. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في السطر ده. السطر ده هنعمل اول غرزة حشو واحدة فردي، تمام، وتاني غرزة تزايد، يعني غرزتين حشو. تمام اهو، ادي اول غرزة، تاني غرزة، والغرزة اللي بعدها غرزة فردية. يبقى في السطر ده بعمل حشو وبعد كده تزايد، حشو وبعد كده تزايد، لحد ما اوصل لنهاية السطر اللي هي عند الماركر. هيكون لي السطر ده 9 غرز حشو. تمام، هكمل بقى انا لحد الاخر ويبقى كده 9 غرز حشو. هنا اهو وصلت لاخر السطر، بحط الماركر بتاعي ونبدأ السطر اللي بعد كده. السطر اللي بعد كده هعمل ايه؟ هعمل 2 حشو وفي التالتة تزايد. تمام، ادي اول واحدة حشو بالشكل ده، تمام، وتاني واحدة برضو حشو فردي، وتالت واحدة تزايد. وطبعا هشتغل السطر ده كله في 2 حشو واحدة تزايد، 2 حشو واحدة تزايد، هيكون لي السطر ده 12 غرزة حشو. تمام، 12 غرزة حشو. كمل انا للاخر لحد ما اوصل للماركر ونشوف هنعمل ايه بعد كده. وهنا وصلت خلاص اهو، شايفين؟ بصوا ده شكل الايد معايا. هحط الماركر بتاعي، اعلم بداية السطر عشان انا هنا وصلت خلاص لنهاية السطر، اعلم بقى. تمام، وابدأ بقى اشتغل غرز ثبات. يعني هشتغل بدون اي تزايد ولا اي حاجة، يعني كل غرزة حشو فيها غرزة حشو. وهنا 12 غرزة حشو، بشتغل 12 غرزة حشو. هشتغل كام سطر بقى من الثبات؟ 3 سطور، 3 سطور من غرزة الثبات، يعني غرز 12 غرزة. بصوا هنا بقى اشتغلت ال3 سطور اهو، شايفين شكلها بقى؟ شايفين الشكل؟ تمام بالشكل ده اهو. اشيل بقى الماركر بتاعي بالشكل ده كده، اشيله واعمل بقى منزلقة واقص الشغل بدون اي سلسلة ثبات ولا اي حاجة. تمام، واقص الشغل واسيب شوية خيط كده حلوين علشان هنخيط بيهم. اهم حاجة تسيبوا شوية خيط حلوين كده عشان تقدري تخيطي براحتك. هعمل برضو
في الايد دي واحدة تانية طبعا بنفس التكنيك وبنفس الخطوات، هنعمل واحدة كمان. وهنا برضو هحط فيها كده شوية فايبر، وهخيطها بنفس طريقة خياطة الرجلين. حطيت فيها شوية كده صغيرين من الفايبر وهخيطها نفس الطريقة بالظبط، تمام، بطريقة مستقيمة. في كل غرزة قصادها غرزة بخيط عادي. هنا اهو خيطتها بنفس الطريقة، هعمل واحدة كمان. شايفين هنا بقى هحطها هنا بوريكم يعني. تعالوا بعد كده بقى نعمل الراس. الراس سهلة جدا وبسيطة جدا. يعني اول حاجة هنعملها هي الدايرة السحرية، وهتعلمنا الدايرة السحرية بنعملها ازاي. والف كده بالشكل ده، وابدأ اثبت الخيط معايا في الدايرة السحرية، وهشتغل داخل الدايرة السحرية دي 6 غرز حشو. تمام، واهو اشتغلت 6 غرز حشو. هقفل بقى في اول سلسلة بغرزة منزلقة عشان كده اعمل او اقفل السطر الاولاني. خلاص كده اهو بالشكل ده 6 غرز حشو داخل الدايرة السحرية وقفلت بمنزلقة. هبدأ بعد كده احط الخيط بتاعي، تمام، الماركر، وبقى هبدأ عملية تزايد. في كل غرزة هتقابلني غرزتين حشو، تمام. يبقى عندي السطر ده هيبقى عندي 12 غرزة حشو. هعمل عملية تزايد في كل غرزة غرزتين حشو. هنا وصلت اهو لبداية السطر. هحط الماركر بتاعي ونبدأ نعمل السطر اللي بعد كده. السطر اللي بعد كده هنعمل ايه؟ هنعمل واحدة حشو واحدة فردي. اول غرزة دي هعملها فردي، وتاني غرزة تزايد، او بعد كده غرزة فردي وغرزة تزايد، غرزة فردي وغرزة تزايد، تمام. ادي اول غرزة. في الغرزة التانية بقى هعمل ايه؟ تزايد، يعني غرزتين حشو في نفس السلسلة. هيتكون لي في السطر ده 18 غرزة حشو، تمام. اهو غرزة فردي وغرزتين حشو. هكمل بقى لاخر السطر لحد ما اوصل للماركر ونشوف السطر اللي بعده نعمله ازاي. هحط الماركر. السطر اللي بعد كده هنعمل غرزة حشو فردي وغرزة حشو فردي، وفي التالتة تزايد. همشي بنفس الطريقة بتاعت السطر ده، غرزة حشو فردي وغرزة حشو فردي، وفي التالتة هنعمل غرزتين حشو. همشي بقى السطر كله بنفس الشكل ده لحد ما اوصل لبداية السطر. هنا خلاص خلصت السطر اهو، وصلت لبداية السطر. السطر ده هيبقى عندي كام؟ 24 غرزة حشو. السطر اللي بعده هنعمل 3 غرزة حشو فردي، وفي الرابعة هنعمل غرزة تزايد. يعني ادي اهو، هنا دي اخد بالي ان بيبقى في تحت الماركر كده سلسلة ما بناخدش بالنا منها. دي اول غرزة، تاني غرزة، تالت غرزة، وفي الغرزة الرابعة بعمل تزايد، تمام. هيكون لي السطر ده كام؟ 30 غرزة حشو. هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل للماركر. وصلت للماركر، تمام. تعالوا بقى نعمل ثبات، سطور ثبات. من بداية السطر ده هنعمل سطور ثبات. هنعمل سطور ثبات قد ايه؟ سطرين. هنعمل سطرين ثبات، وعدد الغرز واحنا ماشيين بيبقوا 30 غرزة حشو لحد ما بوصل للماركر، تمام. يبقى انا هعمل سطرين ثبات. هكمل بقى انا بقى السطرين الثبات، هعملهم كلهم السطرين وارجع لكم تاني. وهنا عملت السطرين الثبات اهو. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بعد كده. هنعمل تزايد في السطر ده، تمام. فهنعمل تزايد فين؟ في الغرزة الخامسة. يعني هعمل 4 حشو فردي وفي الخامسة بعمل تزايد، تمام. ادي هنا اهو هعمل ايه؟ تزايد. عملت 4 فردي في كل غرزة غرزة حشو عادية، وفي الخامسة بعمل تزايد، تمام. هنا بقى في السطر ده هيبقى عندي 36 غرزة حشو. هكمل برضو انا السطر كله
في 4 فردي و5 تزايد لحد ما اوصل للماركر. وصلت للماركر وخلصت السطر وعندي 36 غرزة حشو. هشتغل سطور ثبات. هشتغل سطور ثبات قد ايه؟ 3 سطور ثبات. 3 سطور ثبات هشتغلهم بدون تزايد او نقصان. هيبقى برضو عندي عدد الغرز 36 غرزة حشو. تمام. انا هشتغل سطور الثبات في كل غرزة غرزة حشو عادية، واشتغل 3 سطور وارجع لكم تاني عشان نشوف في السطر اللي بعده هنعمل ايه. اهو وصلت خلاص، عملت 3 سطور ثبات. تعالوا نشوف السطر اللي بعده هنعمل تزايد فين. هعمل تزايد في الغرزة الستة، يعني هعمل غرز حشو فوق كل غرزة وغرزة غرزة حشو، يعني 5 فردي. تمام. وفي السلسلة السادسة بعمل تزايد، وهكمل برضو بنفس الطريقة لآخر السطر، 5 غرز حشو فردي. وفي السادسة بعمل تزايد، وهنا هيبقى عندي 42 غرزة حشو. تمام. هبدأ بقى بعد السطر ده هعمل ثبات، هعمل 3 سطور ثبات عندي ب 42 غرزة حشو. هعمل 3. تمام. 3 غرز 3 سطور ثبات انا هعملهم وارجع لكم تاني. وهنا اهو عملتها وخلاص كده. بصوا شايفين شكل الراس تبدأ معايا. في السطر ده هبدأ بقى العيون. عندك عيون بقى سيفتي، تمام، يبقى حلو جدا وشكلها يبقى حلو. ما عندكيش زي حالاتي والجيش بيقولك اتصرف، تعالوا نطرزها مع بعض. في السطر ده طرزيها عشان تبقى سهله عليكي. بصوا انا بقى هطرزها بعد من هنا 12 سطر. تمام. وفي السطر ال 12 هبدأ اعمل العين بتاعتي. تمام. سهله جدا وبسيطه، بس انا بفضل العيون السيفتي بيبقى شكلها احلى بكتير. هبدأ ادخل كده اهو بالخيط الليزا ديفا اللي هو اسود، وببدأ ادخل بشوف بس اعلم المكان بالشكل ده، وابدأ اشتغل كده. شايفين؟ تمام. اهو بطلع كده بالشكل ده كأني بخيط خيط عادية اهو، واجي من الجنب ده كده زي علامة اكس بعملها. بس بعد كده هبدأ اشتغل بقى التطريز من ناحية واحدة بس عشان تبقى شكلها حلو معايا. تمام. اهو بالشكل ده كده. تمام. شايفين؟ اهو هبدأ بقى اشتغل مرتين كده 3 علشان تدي كأنها كورة معايا او شكل النني معايا. شايفين؟ اهو هعمل واحدة كمان وابدأ كده اقص بقى الشغل واعمل بنفس الشكل الناحية التانية. هقول لكم نعد كام غرزة بقى من الناحية التانية علشان تعمليها ويبقى شكلها حلو. شايفين؟ اهي بس كده. بس ادخل بقى الخيط واطلعه بقى اعمله سيفتي يعني. بس تعالوا بقى نشوف هنعمل العين التانية في انهي مكان. تمام. اهو بصوا بقى، تعالوا نشوف. انا مش هقص الخيط، انا دخلت الخيط من تحت وهبدأ اشتغل. بعد 1 2 3 4، يعني 4 كده غرز حشو. وفي الخامسة كده او في الرابعة، لا في الرابعة تبدأي تدخلي الخيط بتاعك وتعملي نفس الشكل اللي انا عملته. تمام. اهو عملتها كده بالشكل ده. تعالوا بقى نعمل الحواجب. بقى. بصوا الحاجب يعني يا دوبك كده خط واحد. بعد بقى بصوا من هنا اهو كده. بصي زي ما انتي هتشوفي او حسب ما انتي هتشوفي كده الشكل حلو ولا لا. انا من اخر العين كده وابدا اعد برضو 4 وابدا اعمل الحاجب بتاعي. هعمله من الناحيه دي خط واحد بس ومن الناحيه دي خط واحد بس. خلاص كده يبقى كده الحواجب والعين تمام. اهو بص شكلها. تعالوا بقى نعمل المراخير. بصوا من عند نفس يعني اخر العين كده. شايفين؟ سبت غرزة بس واحدة. شايفين من تحت كده اهو. هدخل بالشكل ده. تمام.
وهعمل خط كده رايح برضو على الخط التاني، وبعد كده زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي سهلة جدا وبسيطة. اهو بالشكل ده اللي انتوا شايفينه. ويبقى كده انا خلاص عملت بقى ايه شكل الراس. اثبت بقى الخيط بطريقه سيفتي عشان ما يتفكش معايا بعد كده. تعالوا بقى نكمل الراس ونعمل بقى عمليه التناقص علشان نقفل الراس بتاعتنا بعد لما طرزنا العين والبق والحواجب. تمام بقى، تعالوا نشوف هنعمل ايه في السطر ده. احنا كنا اخر 3 سطور ثبات كنا عاملينهم ب42 غرزة حشو. هنا هنعمل بقى نبدأ نعمل تناقص. هنعمل تناقص ايه في الغرزة الخامسة؟ هعمل غرزة حشو فردي وتانية فردي وتالتة فردي ورابعة فردي وخمسة فردي، وفي السادسة والسابعة هعملهم تناقص. تمام، يبقى اول حاجة بعمل 5 غرز فردي بالشكل ده. التناقص بقى بصوا بعمله ازاي، بسحب الواحدة من كده والتانية بالشكل ده كده. تمام، فهفضل بقى اعمل تناقص في كل الغرزة السادسة. تمام فاهمين؟ بعمل 5 فردي وبعد كده باخد تناقص. والتناقص احنا عارفين بنعمله ازاي، هقول لكم برضو دلوقتي اهو بالشكل ده كده، واخدهم على الابرة كلهم مرة واحدة. تمام بالشكل ده. هكمل بقى الاخر. هنا وصلت اهو لاخر السطر، هعمل الماركر بتاعي وابدأ تناقص. هنعمل ايه؟ هنعمل 2 فردي. تمام، ادي 1 2 وبعد كده هعمل تناقص 1 2 بالشكل ده، بعملهم تناقص. تمام بالشكل ده. يبقى انا بعمل تناقص في الغرزة الثالثة في السطر ده، وعندي السطر ده هيبقى كام غرزة حشو؟ هيبقى 27 غرزة حشو. تمام، يبقى بعمل 2 حشو فردي وفي الثالثة تناقص. هكمل بقى الاخر نفس الشكل وارجع لكم تاني، وده كده هيبقى اخر سطر معايا. وهبدأ بقى اعمل ايه؟ اعمل واحدة حشو وواحدة تناقص، واحدة. تمام، واحدة حشو واحدة تناقص، وده هيكون لي 18 غرزة حشو، وده اخر سطر معايا. تمام، تعالوا بقى نشوف هنحشي الراس فايبر ونقفلها ازاي علشان بعد كده بقى نخيطهم في الجراب اللي احنا عملناه. اهو هبدأ بصوا بقى ده شكلها، وهنا 18 غرزة حشو اخر حاجة بالشكل ده. هبدأ بقى احط الفايبر هنا وهوريكم بقى نخيطها بطريقة حلوة علشان تبقى شكلها حلو. هنا بصوا اهو خلصت بقى وحطيت الفايبر. تعالوا بقى نشوف انا هعمل ايه بعد ما حطيت الفايبر. هاخد كده الخيط بالشكل ده. تمام اهو بحط الماركر بالشكل ده كده، وابدأ بقى اخد تناقص، يعني كل مرة تناقص. تمام بالشكل ده، كل مرة تناقص اهو. تمام بالشكل ده كده، وده برضو ايه كده خلاص قفلت الراس معايا. عايزه بقى لو انتي وصلتي للدقيقه دي تعملي لي لايك وتعملي لي كومنت حلو لو انتي استفدتي مني. شايفين بقى ده بدايه خلاص كده نهايه السطر. هشيل الماركر وهسيب بقى شويه خيط حلوين عشان اخيط بيهم واقص الخيط، وبعد كده اشيل بقى كده الخيط بالشكل ده كده واشيل الماركر. وتعالوا اقول لكم بقى هنقفلها ازاي بالخياطه، يعني الراس نفسها. تمام، هحط الخيط في الابره كده بالشكل ده بابره التنظيف. تمام، بصوا بقى شايفين، بصوا باجي كده وكده وكده وكده، حركه زجزاج. ليه؟ عشان لما اجي اشد الخيط تقفل معايا الراس بتاعتي. فهمتوا ان احنا هنقفلها ازاي؟ اهو بالشكل ده
بس لحد ما اوصل لبداية السطر واشد بقى الخيط وتقفل معايا الراس على الفايبر. تمام بالشكل ده اهو. هنشد بقى، نشد. اشيل بس الماركر اهو واشد، هتقفل معايا. بصوا كل ما بشد تقفل معايا. بس تعالوا بقى نعمل الودان هحط لكم ال اللهم صل على النبي. الباترون بتاعها هو نفس باترون الايد، هكتبه لكم برضو. بس بصوا هنا عايزه اقول لكم ان انا هقلب الجريب علشان شكل الغرزه وهي مقلوبه احلى بكتير. تعالوا بصوا اقول لكم في الاخر هحط لكم الودن، الاذن والجزره. باترونها كده سهل جدا، هتقدري ان انت تعمليه يعني كده فاهمين. بصوا بقى شكلها. تعالوا بقى اهي دي الودن عملتها، هعمل الودن التانية. بس اهم حاجه بقى في الودن، انا قلت لكم ان الودن زي الايد بالظبط، بس انا هقفلها مش نفس الايد، لا بصوا هقفلها بطريقه الراس كده الزجزاج. بقفلها بطريقه زجزاج، بخيطها بطريقه زجزاج عشان لما اشد الخيط تقفل كوره معايا او تقفل تضم كل الغرز مع بعض، فاهمين. فدي ال يعني الفرق بين الاذن والايد، هي نفس باترونها، بس انا بقفلها بالطريقه دي علشان تقفل معايا وتلم الغرز مع بعض في غرزه واحده، فاهمين، وتديني شكل كده الودن. بس هي دي الفكره. تعالوا بقى نثبت كل اللي احنا عملناه ده في الجراب بتاعي ونقفل الجراب ويبقى يطلع احلى جراب. يا رب تكونوا استفدتوا من شرحي ويكون وصل لكم، ويا رب تكونوا يعني انا بفرح جدا لما حد بيكتب لي كومنت ويقول لي ان انا جربت حاجه او جربت الفكره ونفعت معايا وهكذا. بس تعالوا بقى نشوف هنحط او نخيط ازاي. انا كده بثبت الودن تمام. تعالوا اقول لكم نثبت الخيط او الودن ازاي في الراس بالشكل ده. مكانها هنا اهو، هبدأ اثبتها اخيط عادي. انا طبعا حطيت الفايبر وحطيت الحاجات، فانت هتخيطيها في الراس نفسها، فاهمه اهو بالشكل ده كده. هثبتها بس بالشكل ده كده اهو، ببدأ اثبتها بالشكل ده تمام. ويبقى كده راس الارنوبه معايا خلصت بالشكل ده. شايفين شكلها حلو ازاي؟ تعالوا بقى هنشوف هنثبت ازاي. انا قلبت الجراب زي ما احنا فاهمين، حابه تقلبيه حابه الغرزه بتاعتك، انا حسيت ان الغرزه المقلوبه احلى بكتير. تعالوا بقى نثبت ونشوف هنعمل ايه. بصوا ادي الراس وادي شويه الخيط اللي احنا سيبناهم. اول حاجه تعالوا نعمل الاول الرجلين هثبتها واقول لكم نثبتها ازاي. شايفين بشوف المكان بتاعها المناسب وبحط فيها واخيط بقى خياطه عاديه جدا جدا جدا، ما فيهاش اي مشكله خالص ان انت تثبتي بقى كل اللي احنا عملناه. تعالوا اقول لكم نثبت ازاي برضو. بصوا بخيط كده عادي، بثبت الاول في الجراب بتاعي اهو تمام بالشكل ده. شايفين اهو كده انا ثبت، ابدا بقى اخيط. بصوا بالشكل ده كده تخيطي كانك بتخيطي عادي جدا، بتثبتي حاجه في حاجه. ودي الفكره ان انت هتثبتي بيها كل اللي احنا عملناه، الايد والرجل والراس تمام. تعالوا بقى اشوف شكلها في الاخر واقول لكم. بس هنعمل تركايه كده في اخر الجراب علشان يبقى شكله حلو وشكله لذيذ. وده بقى بصوا شكلها بعد ما ثبت الجزرايه وثبت كل حاجه. تعالوا بقى نشوف التركايه اللي هنعملها في اخر الجراب. بصوا الجراب ده كده اهو عندي، هعمل بقى غرز هنا منزلقه بالشكل ده. هاجي كده في الاول كده في اي فراغ هيقابلني، اي فراغ تبداي تطلعي بالشكل ده كده، وابدا بقى اعمل غرز منزلقه في كل غرزه هتقابلني منزلقه، بس عشان اثبت الجراب كده يبقى ماسك نفسه من فوق تمام. تعالوا اقول لكم بقى هنقفل كمان بعد ما اخلص غرز المنزلقه دي كلها هنقفل ازاي سطر المنزلقه. خلاص هنا وصلت اهو للاخر، قصيت الخيط وشلت كده الخيط بالشكل ده
ونفس فكرة الحلزونة عارفين بقى، هو نفس الفكرة. تحت الضلعين دول بتاخدي الخيط بالشكل ده وتطلعي من نص الغرزة او السلسلة التانية بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا. وتعالوا اقول لكم نعمل ازاي القلاب او نشتغل منين القلاب. سهل جدا، هقول لكم بس هنشتغل منين علشان حاسة ان وقت الفيديو طويل معانا. تعالوا نشوف. تعالوا بقى نشوف. بصوا، شايفين بقى الغرز دي من ظهر كده؟ الغرز انا قلبت الخيط ليه؟ علشان هشتغل هنا كده من الغرز دي. تعالوا نشوف هشتغل فين بالظبط. شايفين طلعت منين؟ هوريكم دلوقتي في الغرزة التانية قصدي. شايفين الغرزة دي؟ بدخل كده اهو وبعمل غرزة حشو. هعمل القلاب بتاعي بالشكل ده وابدأ بقى اشتغل سطور على قد القلاب بتاع الكريب بتاعي. بس وهو ده شكله. يا رب يكون عجبكم. لو وصلتي للدقيقة دي ولسه ما عملتليش لايك، يا ريت تعملي لايك وتشتركي في القناة. شكرا ليكم، باي باي.